بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونحط لايك للفيديو. يلا بينا بقى نشوف النهاردة هنعمل فطار ايه. النهاردة طبعا زي ما انتوا شايفين فكرة يعني لفطار. لو انت طبعا محتارة تعملي ايه، طبعا احنا جبنا بولت النهاردة. هو مش غالي يعني سعره حلو يعني متوسط. بس هقولك على طريقة حلوة جدا تخليه يطلع معاكي مقرمش ولونه ذهبي جميل زي ما انت شايفة كده. قرمشة جامدة جدا. وكمان لونه ذهبي جميل. التتبيله اللي انا هقولك عليها دي يا ريت تتابعي معايا الفيديو بس بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونحط لايك للفيديو. واللي مش متابع القناه يا ريت يتابع القناه. انا رحمه من قناه اسرار الطبخ مع رحمه. يا ريت يشترك عندي ويفعل الرنه علشان يوصلكم مني كل جديد. وكل سنه وانتم بالف صحه وبالف خير ان شاء الله يا رب كلنا. وكل الامه الاسلاميه تكون بخير ان شاء الله. هنبدأ دلوقتي هنسمي الله كده ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ونشوف عملنا السمك المقرمش الجميل ده ازاي وازاي بيطلع ناشف معانا بالطريقة دي. دلوقتي جبنا السمك اهو طازة زي الفل اهو. وهوريكي دلوقتي ازاي تعرفي ان السمكة دي نظيفة وصبحة وحلوة كده. طبعا من الراس بتاعتها بتقطعي كده الراس. بتشوفي لو الحاجات دي حمرة كده، النخشوش بتاع السمكة احمر، تبقى كده طازة وجميلة وفريش زي ما انت شايفة. اما لو لقيتيه غامق شوية بيبقى مش حلو وسمك مزارع وما بيبقاش طعمه حلو خالص. اما السمك ده زي ما انتوا شايفين كده زي الفل اهو. هغسله غسلة حلوة وانقعه شوية كده في شوية ملح وشوية ليمون. واسيبه شوية صغيرة وبعد كده هنضفه ونشوف شكله مع بعض هيبقى عامل ازاي بعد ما يتنضف وبعد ما نقعه ان شاء الله. تابعوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله تعجبكم الطريقة علشان تعرفوا هو مقرمش ازاي وجميل كده. تابعوا الفيديو للاخر. طبعا بعد ما نضفت السمك زي ما قلت لكم سبته يتنقع شويه. نضفته بقى بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده وعصرت عليه الليمون بعد ما نضفته كويس جدا جدا لحد الميه ما بقت بتبرق عليه زي ما انتم شايفين كده. حتى لو تلاحظوا تقولوا ما فيش ميه على السمك من كتر ما هو نضيف. بس هو عليه ميه اهو زي ما انتم شايفين. وكمان بضيف شويه بقدونس بعد عصره الليمونه. لازم الليمون والبقدونس والنعناع. يعني انا لو حد متابع فيديوهاتي يعرف ان انا اي نقعان لحمه او سمك بحط فيها بقدونس لانه بصراحه بيشيل اي زفاره في ثانيه. السمك طبعا او اللحمه بتضيف لها بقدونس ملح ليمون. كل الحاجات دي بنضيفها علشان خاطر تضيع الزفاره في ثواني كده. متحتاجيش ان انت تنقعيه كتير او تضيفي له خلطات كتير. شويه ملح، الليمون، شويه بقدونس. لو في بقى نعناع يبقى زي الفل. بس كده انا هسيب السمك بقى يتنقع شويه كده في الملح والليمون والبقدونس. وبعد كده هنشوف الخلطه اللي انا قلت لكم عليها اللي هتطلع معانا السمك مقرمش وجميل. معانا طبعا شويه توم، معانا ليمونتين متقطعين صغير، معانا فلفل اخضر لو في فلفل الوان برضو يبقى تمام، معانا حزمة بقدونس على شبت، معانا شوية كزبرة على كمون على ملح كده. طبعا الثوم مهم جدا للسمك احنا عارفين. ومعانا الليمون ومعانا البقدونس. الليمون برضو مهم جدا. انا بعمل التتبيله الحلوه دي وبشيلها كمان علشان خاطر لو احتجت منها تاني لاي حاجه بخرج منها. زي ما انتم شايفين كده كل ده الحاجات دي للتتبيله بتاعت السمك النهارده. شوفوا بقى هنعمل ايه. هناخد الثوم على الليمون. طبعا على قد ما انت عايزه ممكن تعملي ليمونه واحده بس انا بحب الليمون الكتير بصراحه بيدي ريحه وبيدي طعم جامد جدا للسمك غير القرمشه. هناخد كده الليمون على الثوم. بعد كده هضيف التتبيله اللي انا قلت لكم عليها كمون على كزبره على ملح مفرومين. وبعد كده بحط الفلفل الاخضر او لو عندك فلفل الوان برضو بيبقى حلو جدا. وانا حبيت اضيف برضو في قرن شطه كده حراق مع التتبيله دي خلي برضو لها يعني لها يعني حرقان بسيط كده بس بتبقى جميله جدا. خدت كل الكلام ده حطيته في الخلاط. انا عندي الكوز الخلاط ده للمخصوص للتتبيله دي غير الكوز النضيف اللي بعمل فيه العصير والحاجات دي. ده مخصوص للتتبيلات يعني لو عندك شفشق قديم ممكن تستخدميه للحاجات دي مخصوص. انا ضربت كل المكونات دي في بعضها زي ما انتم شايفين كده اهي. بقت معايا بالشكل الحلو ده. حزمة البقدونس على الليمون على الشطة
على الكزبرة، على الفلفل، على الكمون، كل ده بيديني الشكل الحلو ده واللون الجميل ده. شايفين قطع الليمون عاملة ازاي؟ دي بتدي طعم غريب جدا وجامد جدا للسمك. دي كانت التتبيلة بتاعتنا. هنتبل السمك وبعد كده هنشوف شكله هيبقى عامل ازاي بعد ما تبلناه. اهو انا تبلت كل السمك بالخلطه الرهيبه دي. الخلطه دي يا جماعه بتدي نشفان للسمك غير طبيعي. يعني جربيها كده ان شاء الله وهتدعي لي، وكمان سريعه جدا ولا هتتعبي ولا هتعملي اي حاجه. واللي بيتبقى معايا بشيله نضيف كده ببرطمان، اي برطمان عندك فاضي نضيف ومغسول. بتشيلي فيه باقي التتبيله، تحطي بقى على سلطه، تحطي على سمك تاني، تحطي على غسيل سمك، تحطي على لحمه، تحطي على اي حاجه. هي التتبيله دي لكل حاجه، يعني اي حاجه بتنشف معاكي السمك جدا. بعد كده حمرت السمك وطلع معايا بالشكل الذهبي الجميل المقرمش ده. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم، ما كنتش طولت عليكم. ده كان السمك بتاعنا النهارده بالتتبيله الحلوه اللي انتوا شفتوها دي. طبعا التتبيله بتستنى معايا كتير، انا بعمل كميه زي ما انتوا شفتوا كده وبشيلها عندي في التلاجة. اول لما بعوز باخد منها بقى كده، بتخلي لي السمكه مقرمشه زي ما انتوا شايفين كده. ده كان السمك بتاع الفطار النهارده. اتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم. واتمنى ان التتبيله تكون عجبتكم، سريعه جدا وسهله وبسيطه وكلها مكونات من البيت وحاجات بتدي قرمشه وبتدي نشوفيه للسمك غير طبيعيه. جربوها وان شاء الله السمك يطلع معاكم قرمش وجميل كده. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. طبعا اللي مش مشترك عندي يا ريت يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. واسيبكم بقى في امان الله مع فيديوهات تانية. ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام.